بلدنا ومصر كلها بلدنا، وانا بدعو كل الناس انها تحافظ على انجازات ثوره 25 يناير وانجازات ثوره 30 يونيو، وان احنا نحمي بلدنا واحنا قادرين على حمايه بلدنا ان شاء الله يعني. فمصر اللي تصدت لعدوان ثلاثي من 3 دول، هل التنظيم الدولي للاخوان يقدر يعوق مصر او شباب مصر عن حلمها لصدارة المستقبل كما كانت اجدادنا القدام؟ بص، مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعوق حركة الشعب المصري، ولا يقدر يعوق التاريخ، ولا يقدر يعوق اصرار الشعب المصري وعلى التقدم. ان شاء الله احنا قادرين على مواجهة من يتآمرون على مصر، سواء المتآمرين الداخلية المؤامرات الداخلية او المؤامرات الخارجية. ان شاء الله احنا قدها وجود، واعتقد ان التاريخ الحديث بيقول ان شعب بورسعيد وشعب السويس وشعب اسماعيلية، ما بحبش اقول يعني شعب، اهالي يعني المدن ال3 هم الخط الاول لمصر، وهم قادرين على حماية مصر. والدليل على ذلك احنا تصدينا ل3 دول سنة 56، اتهزمنا في معركة سنة 67، قدرنا نسترد كرامتنا وحريتنا سنة 73، واعتقد ان ثورتنا كانت اتسرقت، والنهارده بنسترد ثورتنا من جديد ان شاء الله. بس بورسعيد لم تهزم في 67 وراس العش حرب تدرج. على فكرة انا احد جنود القوات المسلحة في حرب 73 وحرب الاستنزاف كلها. لا احنا اتهزمنا في معركة، انا بقول اتهزمنا في معركة، وانا ضد مسمى النكسة، لانها هي لم تكن نكسة خالص، هي هزيمة معركة، والمعركة مكسب وخسارة، لكن النهاية المحصلة النهائية النهاردة احنا النهاردة كسبنا 73 وسنهزم اي حد في الدنيا يستطيع يعتدي على حريتنا يعني. شكرا فنان حمدي ابن بورسعيد، واهلا بكم بورسعيد. يعني هي كل الضربات اللي بتضرب للاخوان ولكن لسه ليهم والتكفيريين و6 ابريل عايزين نقضي عليهم. احنا عايزين تقول يا حاج النهارده يحيى السيسي ويحيى الجيش والحكومة واحنا معاهم، وبورسعيد باكملها بروحها بقلبها معاهم. انا من الضمن اللي حضر اكتوبر وكنت في المعركة والله ومعايا شهادات، واحنا فداهم. احنا عايزين الكيس، لان الكيس ده خلفت عبد الناصر. نساء مصر اثبتوا انهم ثوريين اكثر من اي شعب في الدنيا. نحن نقدر ونسمن نساء مصر. لان انا تعبانه. انت معاك اعتراف دولي مسجل من مرسي بتباهيه بقتل ابناء بورسعيد، واللي نزلت وكانت هي المسمار في نعشه وقالت لا للارهاب ولا للاخوان. ايوه معايا ومش هسكت، وهفضل اجيب حق ابني لغايه ما اموت، هجيب حق ابني وهنزل. وبعدين خوفوني وبعتوا لي تهديد وقالوا لي ما تنزليش، ولو نزلت هتتضربي. انا منزل يعني بنتي، منزله بنتي ومنزله حفيدتي، منزله بنتي وحفيدتي. هو لو في خوف ما كنتيش هتنزلي النهارده. وانا مش اعز من ابني